مولانا بعرف إنه مو من مقامكم أبدا، ومقامكم أعلى وأسمى من هيك بكثير، وحاشا لله إني أقدر أوصل لرفعة مقامكم بهدية ووضيعة مثل هي. بس عزاي الوحيد يا مولانا إنه هالطاسة هي أغلى شي بملكه. يعني أنا ما بملك بهالدنيا إلا مرتي نفيسة وهالطاسة وإذا قبلتوا هديتي مولانا ما رح يضل عندي إلا نفيسة وهي بصراحة مو نفيسة أبدا، يعني ما فيها شي نفيس إلا اسمها. تكرم عينك ولحنا قبلنا هديتك يا درويش. كتر خيركم يا مولانا، غمرتونا بلطفكم وغرقتونا بعطفكم وطمرتونا طمر بحنانكم وسعة صدركم مولانا. اللي هلا شو طلبك؟ مولانا أنا زلمة متعيش على باب الله، يوم بشتغل 3 لا، يوم بتنفرج و3 بالضبط، يوم بنتعشى و3 بننام بالعشاء. وأنا يا مولانا طمعان بكرمكم وعطفكم وشهامتكم، وأنا بعرف تماما إنه مولانا الوالي ما برد حدا خايب من أفراد رعيته. تكرم عينك، ومين قال لك رح نردك خايب؟ يا ياسين عمرك مولاي. خذ الطاسة يا ياسين. حاضر مولاي. اسمع يا ابني، صرف له 100 ذهب. حاضر. 100 ذهب؟ إلهي إلهي وسيدي ومولاي يبعث لكم 100 قفة ذهب. إلهي إلهي يرزقكم من حيث لا تعلمون. إلهي إلهي يكفت عليكم كفت براميل من الياقوت وخوابي من زمرد. إلهي إلهي يدلق فوق راسكم دلق مواعين وطناشر من العقيق والمرجان. إلهي إلهي يطمركم طمر بالعسجد والزبرجد. إلهي وهذا اللي صار يا ابو شلهوب. شو هالحكي يا شو هالحكي؟ معقولة 100 ذهب بفرد ضربة؟ لكان فرد ضربة لكان بضربتين. يعني معقول الوالي يعطيني 100 ذهبة بالقسوطة يا ابو شلهوب؟ ليكو تاني ليكو. على كل حال عجبتني هالقماشة، لف لي اياها الله يرضى عليك. وانت ما اعطيته غير بس طاسة نحاس؟ ليش انا عندي غيرها لاهديها وقبلها منا؟ وليش لحتى ما يقبلها اخي؟ الهدية رمزية مو شرط تكون مكلفة. على كل قديش حسابك انت هلا؟ مو بيناتنا، بعدين مو مشكلة. ماشي الحال، لف لي اياها هيك لفه مرستقه، لفه ممتازه على بين ما ارجع انا. ايه رح لف لفه. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. إذا هالدرويش هذا الوالي طاسة نحاس مهرية وأخذ مقابلها 100 ذهبة، لكن أنا إذا هديته علبة المجوهرات يلي لطشتها بزماني من خزانة جدي الله يرحمه، قديش بيعطيني؟ أكيد مو أقل من 2000-3000 ذهبة على القليلي. تاجر ابو شلهوب وذكي، طالب المسؤول بين ايديكم